السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل المشاهدين والمشاهدات، وأهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم لسنا أمام خبر عابر ولا أمام جدل لحظي سرعان ما يختفي، بل نحن أمام مرحلة مفصلية في مسار المنتخب المغربي. بعد الإخفاق في التتويج بلقب كأس إفريقيا على أرضنا ووسط جماهيرنا، عاد السؤال بقوة إلى الواجهة: ما الذي يحدث داخل كواليس المنتخب؟ وما هي حقيقة القرارات التي تحضر للمرحلة المقبلة؟ في هذا الفيديو إن شاء الله سنرافقكم خطوة بخطوة بالمعطيات المتأكدة أو المؤكدة، وبالتحليل الهادئ لفهم الصورة الكاملة بعيدا عن التهويل أو الأحكام المسبقة. تابعوا معنا حتى النهاية، لأن التفاصيل القادمة تحمل الكثير من الدلالات. بعد قرار تجديد الثقة في الناخب الوطني السيد وليد الركراكي، يعيش المنتخب المغربي على وقع مرحلة جديدة، مرحلة تفرض علينا أن نتساءل بعمق: ماذا يجري داخل الكواليس؟ خصوصا بعد الإخفاق في التتويج بلقب كأس إفريقيا، البطولة التي أقيمت على أرضنا وبين جماهيرنا، وكانت كل الظروف مواتية لتحقيق اللقب. اليوم سنذهب معكم خطوة بخطوة لفهم الصورة الكاملة، ولنمسك معا بطرف الخيط. أول معطى رسمي ومهم هو أن المنتخب الوطني المغربي سيخوض تجمعا إعداديا في إسبانيا خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و 31 من شهر مارس المقبل. هذا المعسكر سيتخلله مباراتان وديتان في إطار التحضير المبكر لكأس العالم 2026، والذي سيقام بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة السيد فوزي الأقجع برمجت مباراة ودية أمام منتخب الإكوادور لم يحسم بعد تاريخها النهائي بين 24 أو 25 من شهر مارس المقبل. أما المباراة الودية الثانية فلم يعلن بعد عن هوية المنتخب المنافس، لكن من المؤكد أن وليد الركراكي والجامعة الملكية المغربية يبحثان عن منتخب يمتلك نفس الخصائص الفنية والبدنية للمنتخبات التي سيلعب معها المغرب في مجموعته المونديالية، والتي تضم البرازيل، اسكتلندا وهايتي. إلى هنا الصورة تبدو واضحة من حيث البرامج التحضيرية، لكن السؤال الحقيقي الذي يشغل الشارع الرياضي المغربي بقوة وهو: هل سيواصل وليد الركراكي قيادة المنتخب المغربي في المرحلة المقبلة؟ حتى هذه اللحظة يجب التأكد على نقطة مهمة جدا: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تصدر أي بيان رسمي يؤكد تجديد الثقة في وليد الركراكي، لكن في المقابل ظهرت معطيات صحفية موثوقة، من بينها ما نشرته صحيفة ليكيبا الفرنسية، تؤكد أن فوزي الأقجع ووليد الركراكي اتفقا على منح الوقت لتهدئة الأجواء بعد خيبة الإقصاء القاري. عقد وليد الركراكي حسب نفس المصادر يمتد إلى غاية 31 يوليوز 2026، أي بعد كأس العالم. والجديد هنا أن الاستمرار سيكون مشروطا بتعديلات فنية داخل الطاقم المساعد. بمعنى أوضح: وليد الركراكي سيبقى، لكن الجهاز الفني المساعد قد يعرف تغييرات مهمة عبر إضافة أسماء ذات خبرة وتجربة قادرة على تقديم قيمة مضافة حقيقية. وهنا تطرح عدة أسماء داخل الوسط الرياضي المغربي، من بينها طارق السكسيوي أو يوسف حاجي، خاصة بعد العمل الناجح الذي قدمه مع المنتخب الرديف في كأس العرب. التوجه واضح: تقوية الركراكي بخبرة تقنية، وليس إضعافه أو الدخول على فراغ تدريبي. المرحلة المقبلة لا تحمل المغامرة، لأننا مقبلون على أقوى استحقاق كروي في العالم: كأس العالم 2026. وبالحديث عن المرحلة المقبلة، تشير المعطيات إلى أن معسكر مارس سيكون مختلفا تماما. سنشهد تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين، خصوصا بعد التراجع الملحوظ في مستوى عدد من الأسماء خلال كأس إفريقيا الأخيرة. الحديث هنا عن مراكز أصبحت مهددة،
وأسماء قد فقدت رسميا مكانها داخل المنتخب مقابل بروز لاعبين شباب تألقوا في مونديال تشيلي. وليد الركراكي الذي كان يؤمن بأن كأس إفريقيا تحتاج إلى التجربة يبدو اليوم أنه مستعدا لمنح الفرص للشباب بعد أن أثبتوا جاهزيتهم على المستوى الدولي. بالمقابل هناك ركائز لا تناقش حول مكانها داخل المنتخب، من بينها أشرف حكيمي، نايف أكرد، مزراوي، أوناحي، الزلزولي، الكعبي، إبراهيم دياز ونائل العناوي. هذه الأسماء ستظل أساسية، لكن بجانبها سنرى دماء جديدة. الخلاصة وباختصار، نحن أمام ثورة هادئة داخل المنتخب الوطني المغربي، ثورة في الطاقم المساعد، وثورة في الأسماء، وثورة في طريقة التحضير. كأس إفريقيا أصبحت من الماضي. التركيز الآن منصب كليا على كأس العالم 2026، ونأمل أن تكون هذه المرحلة بداية تصحيح حقيقي، وأن يستفيد وليد الركراكي من دروس الإخفاق، وأن يمنح الفرصة لمن يستحقها. ما يمر به المنتخب الوطني المغربي اليوم ليس مجرد مرحلة عابرة، بل محطة حاسمة ستحدد ملامح المستقبل القريب. التغييرات المرتقبة سواء على مستوى الجهاز الفني أو على مستوى اختيارات اللاعبين تعكس توجها جديدا واستعدادا لمرحلة مختلفة عنوانها تصحيح المسار والاستعداد الجاد لكأس العالم 2026. ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه التغييرات كافية لإعادة التوازن؟ وهل ينجح السيد وليد الركراكي في استثمار الدروس السابقة وبناء منتخب أكثر تنافسية؟ نترك لكم مساحة التعبير. شاركونا آرائكم في التعليقات. ما تقييمكم للمرحلة المقبلة؟ وما هي التغييرات التي ترونها ضرورية؟ وإذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لمتابعة كل جديد. نلتقي بكم في حلقة قادمة بقراءة أعمق وكواليس جديدة من الكرة المغربية.